اهلا بيكم من جديد ولقاءاتنا متتابعه على الهواء مع حضراتكم. اذا كانت ثوره 25 يناير ما عملتش اي حاجه في الشعب المصري غير انها شغلت وعي الشعب المصري، شغلت رغبته في ان هو يتابع الاخبار، ان هو يعرف كل جديد عن بلده ويكون عنصر فاعل، فيكفيها فخرا انها فعلت ذلك. من ساعه 25 يناير وكل الناس مهتمه بالجرايد، كل الناس مهتمه بالتوك شو علشان تستفيد وعشان تسمع وعشان تعرف ايه اللي بيجرى في البلد، وتحاول انها تناقشه وتحاول انها تطلع لقدام ببلدها وتنتقد اي شيء خطأ بيحصل. وده لازم يكون سلوكنا كلنا كمصريين، ان احنا نحاول نعرف الاخبار ونتفاعل معاها وننتقد ما يستدعي الانتقاد ونثني على ما يستدعي الثناء عليه. حول المانشيتات والعناوين الرئيسيه واهم الاخبار اللي بتهمنا كمصريين هتدور هذه الفقره بصحبه الكاتب الصحفي احمد جلال عيسى. اهلا بحضرتك معانا. صباح منورنا استاذ احمد. اعتقد يعني الاخبار النهارده كتيره، لكن موضوع افريقيا وعوده مصر للاتحاد الافريقي، وكمان افتتاح القمه الافريقيه ان شاء الله، هيبقى فيه كلمه للرئيس السيسي، محتاجه مننا ان احنا نوضح ايه اللي بيحصل بين مصر وافريقيا وابعاد ده ايه. هو في قانون في المحكمه الافريقيه وفي وقت انشاء المنظمه الافريقيه، ان هو حضرتك عارف ان الدول الافريقيه دايما يعني الانقلابات فيها سريعه جدا، والحروب فيها نتيجه لوجود ميليشيات كتير، ونتيجه لوجود صراعات دينيه وصراعات قبليه ما بين العناصر ديت، فادى الى ان دايما بيبقى في انقلابات في الدول الافريقيه. فاتحط قانون ان يحدث اي انقلاب في دوله افريقيه فتعلق عضوياتها الى ان تجرى انتخابات شفافه نزيهه، ثم تعود الدوله مره اخرى الى عضويه الاتحاد الافريقي. فهم خطأ ان ما حدث في مصر او المجموعه اللي كانت في الحكم والنظام الاخوان صدرت الصوره دي. صحيح. واستطاع في الفتره الاخيره قبل ما يسيب الحكم على طول او بعد 3/7 ان هو يصدر الصوره ديت للجنه الحكماء في افريقيا، وده اللي احنا شفناه لما جم زاروهم في رابعه مره، وبعد فضل جم زاروهم مره ثانيه. وبالفعل علقوا العضويه، بس طبعا بعد الانتخابات الرئاسيه واللي الناس شهدت بيه بالنزاهه دي كلها وبالاعداد ديت، وبان هي انتخابات بالفعل نزيهه، رجعت عضويه مصر تاني. رغم ان يعني طبعا هي حاجه تحزننا ان مصر هي اللي كانت من ضمن الدول اللي انشأت اساسا صحيح الاتحاد الافريقي طبعا. انما دلوقتي الحمد لله رجع، يعني كانت شهور بسيطه، انما الحمد لله ان شاء الله ما تحدثش تاني مره باذن الله، ونرجع مصر لحضن افريقيا مره تانيه باذن الله، وتكون دي بدايه حتى لامكانيه مفاوضات، امكانيه ان احنا ناخدهم في صفنا حتى صحيح. فيما يتعلق بقضيه السد صحيح. طيب برضو من الاشياء المهمه جدا لفتت انتباه المصريين بين مؤيد ومعارض، الغالبيه طبعا شايفين انه امر طبيعي وعادي، لكن يعني ربما الاخوان ويعني من على شكلتهم شافوا ان زياره العاهل السعودي وان ترحيب الرئيس السيسي به ودخوله الى يعني طائرته، وهو رجل مريض ومسن، ويكفيه يعني يكفينا ان هو جالنا لغايه عندنا هنا في المطار وهو مسن وهو مريض، لكن اولوا هذه القضيه تاويل غريب جدا والبسوها ما لا يجب ان هي تلبسه يعني. فيعني تعليقك على هذه الزياره وما تحويه من استقبال بشكل ودي اكتر منه يمكن رسمي للعاهل السعودي. يعني هو حضرتك زي ما حضرتك قلت بالفعل هي زياره تعتبر وديه. هو كان العاهل السعودي في زياره، يعني طبعا هو يشكر ان هو جه دي اولا، ولفته كريمه منه جدا ان هو يجي يهني الفريق السيسي بوصوله، ولفته اكرم من من المشير السيسي والسيد رئيس الجمهوريه ان هو يطلع له لغايه الطياره، ان هو فعلا يعني راجل مريض مش قادر ينزل، قدم لمصر الكثير، واقف مع مصر بعد 3/7. هو الدوله السعوديه داخليا وخارجيا بمعونات بشكل بدعم سياسي دولي سياسي خارجي بشكل خطير. فكان من اقل شيء ان السيد الرئيس يطلع له فعلا لغايه فوق ويقبل جبينه، افضل من ان كان الاخوان بيتكلموا. يعني الرئيس مرسي كان لما بيسافر بره في اي مكان بصراحه كان بيعرنا يعني بمعنى الكلمه، يعني كان مره يقابله وزير تربيه وتعليم بشنطه ماركينج وهو جاي يقابله في المطار، مره يقابله واحد عمده بلد، مره واحد يقابله يعني بصراحه كان بروتوكوليا حدث ولا حرج يعني. طب
فيما يتعلق حتى بالعهد السعودي ومعاونته لينا، وصل لغايه فين موضوع مؤتمر المانحين، ويعني المبالغ اللي ممكن تيجي لمصر في شكل دعم او قروض او غيره، يعني هي دي بتاخدها السعوديه طبعا. هي دي بقى بصراحه مسؤوليه الخارجيه الفتره اللي جايه، هي بتبقى الدعوه او الاتجاه السياسي او الرغبه السياسيه موجوده، ان السعوديه دعت لذلك. المفروض ان وزاره الخارجيه والمعنيين على الامر يبتدوا بقى هم يحضروا للوقت وتحديد المكان ودعوه الدول ديت لبدايه استثمار الدعوه بتاعت العهد السعودي. تمام. طيب احنا واحنا بنتكلم مع حضرتك لازم برضو ننظر لعناوين الجرايد اللي بتتكلم عن الوضع الداخلي في مصر. يعني احنا عندنا في المصري اليوم الحكومة بتعرض خطة استصلاح مليون فدان بالصعيد على الرئيس في 6 مناطق تحديدا في صعيد مصر. الاتجاه ده محمود جدا ومطلوب جدا في الفترة دي، لأنه يعني هيكون له مردود سريع رقم 1 ومباشر على أشياء أخرى. لأي مدى حضرتك بتجد أن المردود ده هيبقى فعلا مباشر على المواطن ومردود سريع؟ حضرتك الخريطة اللي طرحها السيد الرئيس في برنامجه في فكرة إعادة تقسيم المحافظات، وده شفناه من الأسبوع اللي فات في اجتماعه مع وزير الإسكان في إعادة رسم خطوط المحافظات. أيوة، هي الظهير الصحراوي المحافظات. أيوة فندم، هو الظهير الصحراوي لكل محافظة لزراعتها، يعني هي لزراعتها بداية المليون فدان وزراعتها وتنمية. ان انت حضرتك وجدنا ان اكتر من محافظة هتبقى تطل على البحر، فيبقى هناك في المحافظات فيها نشاط سياحي وفيها نشاط زراعي ونشاط تجاري. بس هو العائق الوحيد اللي بيعوق التنميه في الصعيد وفي المناطق دي هو وجود الطرق السليمه، الطرق اللي تقدر وحركه النقل، نقدر ناخد المنتجات من الاراضي الزراعيه نقدر نوديها للاسواق سريعا، نقدر نصدرها، يبقى او الموانئ او كده، كموانئ او طرق للتصدير او طرق حتى للاكتفاء الذاتي الداخلي. يعني دايما بيتم الكلام ايضا انه ما يعوق مشروعات التنميه في المناطق دي بيبقى حاجتين، الطاقه والمياه. يعني دايما وزاره الري بيعتمد عليها، هل عندك ميه تكفي ان احنا نستصلح في الاماكن دي ولا لا؟ ودايما الري تمتنع عن الاجابه، فده بيعطل مشاريع كتير لان احنا مش عارفين عندنا ميه ولا لا. وكمان الطاقه ان احنا مش قادرين نشغل مصانع الا لما يكون عندنا طاقه. هو الرئيس رد على نقطه الميه والطاقه فعلا في الحوار بتاعه مع بعض المذيعين لما قال لهم ان الميه متوفره للظهير الصحراوي المحافظات دي. قال لك انا عمري كنت هطرح ان انا هزرع في اماكن لما ميتها مش موجوده، بس انا يعني قال لك ان انا هبتدي في الاول استخدم وسائل حديثه في الري اقدر اوفر بيها ازرع المناطق ديت، وفي نفس الوقت استخدم وسائل حديثه ما تستهلكش ميه كتير في المناطق الزراعيه الجديده. طب دي نقطه برضو يعني مهمه جدا، ان المحافظه امتدادها زي ما هو له ظهير صحراوي يكون له كمان امتداد للشواطئ. صحيح. لان ده هيرسم خريطه استثماريه جديده لمصر بمعنى الكلمه. في راي حضرتك يعني مقومات مصر حاليا تسمح بان ده يتم بمدى زمني شكله ايه؟ والله حضرتك لو ابتدينا وطبقنا فكره اللامركزيه في المحافظات، وان يبقى كل محافظه تعتمد على مواردها وتعتمد على فكره تنميه مواردها لنفسها، هتقدر تخلق ولايات زي فكره الولايه عندها ظهير صحراوي، عندها شاطئي، عندها مينا تقدر تصدر منتجاتها. هتلاقي ان هي بتكفل نفسها بنفسها، هتلاقي عدد الشباب اللي فيها يقدروا يشتغلوا، هتلاقي فكره التهجير الداخلي ما بين المحافظات هيقل. كل دوت تقدر تعمله لو انت طبقت فكره اللامركزيه داخل كل محافظه ولو فيدراليا، يعني كبدايه ما تقدرش فيدرالي. كل واحده يعني يبقى لها ميزه نسبيه تستغلها ويكون لها بعض الاستقلاليه في اتخاذ القرارات. ومع طبعا مركزيا في توزيع الاموال او في الدخل او في توزيع الحصه من الموازنه، انها بصراحه اللامركزيه مطلوبه في الفتره اللي جايه حتى لما تيجي يعني نمهد لها. يعني طبعا يعني احنا قلنا ان الوعي زاد جدا لدى المصريين وكلنا بقينا مهتمين بالاخبار. تسمح لنا بس نطلع لتقرير نشوف اراء الناس في اهم حدث خلال الاسبوع. يا ترى كل واحد شاف اهم حدث من وجهه نظره ايه؟ هنشوف ونرجع نكمل حديثنا مع الكاتب الصحفي احمد جلال عيسى. بالنسبه للامن، يعني بالنسبه للمرور او شرطه المرافق العامه بتبتدي تشوف شغلها، ونتمنى ان هي تستمر في اللي هي فيه، ما تشتغلش يومين وتروح مريحه. اكتر حاجه هي الوزراء والغاء وزاره الاعلام، مع انها كانت قبل كده ملغيه ورجعت تاني وبعدين لغوها. ان احنا داخلين يعني الحمد لله اللي الدوله هتستقر، ورئيس الجمهوريه ربنا يوفقه ورئيس الوزراء ربنا يوفقه ويجيبوا الناس اللي ربنا يوفقها
واحنا عايزين الدوله تمشي في امان. شايف ان الحكومه شغاله كويس، نازله بحماس في جميع المحافظات وجميع الاماكن. تشكيل الحكومه اولا، تاني حاجه الوضع لسه الرئيس لسه ماسك، والبلد لسه برضه مهدوده خالص، ان شاء الله تستقر. الرئيس لما شال مزار الست في المستشفى حاجه حلوه، نبشر ان شاء الله يبقى في خير يعني ان شاء الله. ابتدينا نقضي على حاجه التحرش ان شاء الله، مزيد من الاستقرار. كاس العالم تمام، تشكيل الحكومه الجديده. اهلا بحضراتكم مره اخرى، وكلها احداث مهمه جدا فعلا، سواء قانون المرور الجديد وتشكيل ويعني تنفيذه، الحكومه الجديده وتشكيلها، كمان الغاء وزاره الاعلام اللي يعني في ناس كتيره جدا قلقانه منه زي ما في ناس فرحانه منه، وكتير جدا من الاجراءات لضبط الاسواق والباعة الجائلين وغيره. خلينا نبتدي من الغاء وزاره الاعلام لان هي حاجه مهمه جدا، يعني ناس كتيره مش فاهمه ابعادها. كنا بنطالب الغاء وزاره الاعلام، وان يكون في يعني بس استقلاليه لوسائل الاعلام، يكون مملوك للدوله، يعني حاجه تعبر بيها عن يعني الشعب وليس الحكومه، ولا تكون لسان حال الحكومه. لكن هل الاجراءات متضحه؟ هل شايف ان كان في بنيه تشريعيه سبقت ده، ولا الامور لسه مش واضحه؟ هو بصراحه لو هنتكلم على الغاء وزاره الاعلام هتسرعنا. يعني احنا طبعا بنطالب ده من زمان جدا، بس بنطالب فيه بدون وعي. احنا كنا طول عمرنا متخيلين ان وزاره الاعلام بترفع سماعه التليفون على القنوات الفضائيه الخاصه تقول لهم ذيعوا كذا ما تذيعوش كذا، هكذا في البرنامج مثلا. وانا داخل يعني انا عمري ما حد جه، يمكن مش اول مره اطلع معاكم، عمري ما حد قال لي احنا هنطلع نقول ايه. فاحنا كنا متخيلين ان وزاره الاعلام هي الرقيب زي زمان قوي، او اللي هي الاعلام الموجه. الاعلام الموجه. فكان كله بيطالب بصراحه ان هو يلغاء وزاره الاعلام عشان ما تبقاش تحت سيطره الدوله، وتبقى تحت سيطره، تبقى اعلام الشعب مش اعلام الحكومه. انما اللي حصل ان احنا الغينا وزاره الاعلام. عندنا مشكله في اكتر من 40,000 موظف موجودين في هيئه المفروض ان هي هيئه مش خدميه فقط، المفروض ان هي اقتصاديه كمان، ليها اكتر من فروع في الخارج، ليها شركات مسؤوله عن مدينه انتاج، يعني مسؤوله عن مشروعات كامله. انما ولايتها على الماده التحريريه او الماده الاعلاميه، يعني انا ما كنتش ما كانش قامت الثوره، يعني ما كانش قامت ثوره 25 يناير، ان كان في هجوم على النظام السابق في الفضائيات الخاصه، كان في هجوم على نظام مرسي، ما كانش قامت ثوره 30 يونيو على القنوات الخاصه. يعني القنوات الخاصه دي تابعه لوزاره الاستثمار مش تابعه لوزاره الاعلام، خلاص الغوا وزاره الاستثمار يعني. انما هو بصراحه خارجيا طبعا الغاء وزاره الاعلام ده يدل ان انت ده ماشي في مسار ديمقراطي سليم، انما داخليا اللي احنا فيه محتاجين تنظيم اكتر او بنيه تشريعيه قبلها، وبنطالب في سرعه اصدار المفوضيه العليا للاعلام عشان تقدر تلم الامور مره اخرى، اللي هو المجلس الوطني للاعلام. يعني طب يعني هل في اعتقاد حضرتك ان ده ممكن يترتب عليه اضرار، سواء اضرار مهنيه او ماديه للعاملين في مجال الاعلام؟ هي الدولة طبعا مش هتسمح ان هي يحصل اي ضرر مادي لاي حد من المتواجدين، يبقى ده كان قرار غير مدروس بالمرة. يعني لو حدث اي ضرر لاي عامل في القطاع الاذاعه والتلفزيون بعد الغاء وزارة الاعلام، يبقى ده بصراحة مسؤولية رئيس الوزراء مباشرة او مسؤولية متخذ القرار مباشرة، يعني ان هو كده اخذه بدون دراسة تماما. هل وزير الاعلام السابق او وزيره الاعلام السابقه هيأت الامور لالغائها بوضع كيانات تقدر تدير، او ولا هل سابت الامر لرئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ وده حاجه يعني يسأل فيها سيد رئيس الاتحاد، انما لا يعني مما لا شك فيه ان لا يمكن ان يضار احد، ودي مسؤوليه رئيس الوزراء والدوله. هو الضرر انا قلت لحضرتك مش مادي فقط رغم اهميه المساله الماديه، لكن مهنيا يعني مسألة إعادة هيكلة، مسألة مثلا غلق قنوات ما، أو قصر الإعلام على قنوات بدون قنوات أخرى، يعني شكل من الأشكال اللي بيدور الحديث عنه. يعني أظن سيادتك حضرتك طبعا أدرى إن مفيش بعد ثورة يناير حد يعني يقدر يديرك مهنيا بالشكل المفجع. يعني ما يقدرش يلغيك برنامج لاسباب سياسيه، ما يقدرش يلغيك برنامج، انما لو قفل قناه لاسباب تجاريه او اسباب زي القنوات التعليميه، ان مثلا وزاره التربيه والتعليم اتضح انها ما بتدفعش الفلوس اللي عليها لاتحاد الاذاعه والتلفزيون لغايه دلوقتي، عليها ملايين، وان القنوات دي كلها قنوات تعتبر بالمجان، وقنوات بتقدم خدمه للطالب. يعني طب انت هل القنوات دي ادت الى
قله الدروس الخصوصيه، هل قد الدور يعني ممكن نعيد التفكير في دورها ايه او طريقه الدور بتاعها او بقى طريقه تناولها بقى للماده اللي هي بتقدر تقدمها للطالب، على اعتبار ان هي تقدر تجيب جدوى. انما انت دلوقتي فاتح قنوات عشان تستنزف الموارد بالشكل دوت، وانت ما حدش بيساعدك وما بتقدمش خدمه. لا، دي اللي هي محتاجه اعاده هيكله، مش محتاجه اعاده، مش محتاجه تغيير وزير، محتاجه اعاده هيكله فقط. انا عايزه قبل بس ما اللقاء يخلص، عشان الناس كلها اتكلمت عن ضبط الاسواق وضبط الشارع والقانون المرور الجديد، عاوزين بس يعني نلمح لده ونشوف الاجراءات اللي على الارض اللي اتخذت سواء مع الباعة الجائلين ومحاوله نقلهم للجراج علشان كحل مبدئي، او حتى المرور اللي بدا ينضبط حاله الى حد كبير. شايف الاجراءات على الارض ازاي؟ هو بصراحه من الواضح ان الحكومه من ساعه ما ابتدت حلفت اليمين وهي عندها اصرار لتفعيل قوه القانون، يعني من الواضح قوي وكل خطواتها ماشيه على ده. انما هو طبعا في قطاع مش بيتظلم، هو اصلا ظالم نفسه من الاول ان هو موجود في مكان مش مكانه، بيعطل مرور، بيعطل تنميه، بيدي منظر غير حضاري للقاهره اللي هي كانت يعني اجمل مدن الشرق الاوسط او اجمل مدن العالم زمان. فدلوقتي طبعا دول رغم كده ان الحكومه برضه قالت مش هيداروا، وابتدت تنقلهم في مجراش الترجمان اللي بيستوعب اكتر من 2000 واحد، بيكون فيه يوميا الاف المواطنين للسفر والذهاب، فهي لا، هم لن يداروا. منظر شكل القاهره دلوقتي بقى جميل، ان المرور ابتدى يتيسر في الحته بتاعت الترجمان. امبارح كان في حمله بقياده محافظ القاهره بشكل حوالين مؤسسه الاهرام عندنا والاخبار وشارع التجاره 26 يوليو، المكان فضي وسابوا قوه امنيه عشان ما حدش يرجع مره ثانيه. بس ده برضو يعني الحقيقه غير كافي، لان منطقه وسط البلد، ويعني امبارح كنت لسه في المقدمه بقول كنت في منطقه الازهر والعتبه والكلام ده، لا الباعة الجائلين مش سايبين غير حاره واحده للعربيات تمر فيها. اغلاق الطرق الحقيقه ده بقى من المحافظه او من المرور، يعني اللي جاي من الازهر عشان يدخل على ميدان العتبه مقفول، بيلف لازم من ورا جراج العتبه عشان يدخل ده سوء تخطيط تماما في الحته دي، صحيح، عشان يدخل للاوبرا مقفول. طب الاغلاق ده الباعة الجائلين خدوه. المساحه دي كلها الباعة الجائلين خدوها. فين محافظ القاهره من الكلام ده؟ لا، ده كمان حضرتك يعني غير ان الباعة الجائلين خدوها، اصبح دلوقتي ان قائد اي مركبه عشان يجي في المنطقه ديت هيقعد يلف حوالين نفسه، بيلف حوالين نفسه، ولو فعلا انتهى منه هيلف مره واثنين وثلاثه. ده حقيقي، واصبح المنظر وزحمه بشكل مش لا، هو طبعا ده طبعا سوء تخطيط. انما من الواضح ان هم ابتدوا في مناطق ومناطق، يعني حتى 26 يوليو بقى لهم اكتر من 8 ايام، رغم ان هم واخدينها على مراحل يعني يعني يوميا مع نقابه الباعة الجائلين في الموضوع ده. صحيح. احنا سعداء بوجودك معانا وبتحل لك الاخبار سريعا. شكرا الكاتب الصحفي احمد جلال عيسى، شكرا جزيلا لحضرتك، وهنتوالى مع حضراتكم في لقاءاتنا. لكن قبل اللقاء الجاي هنسيبكم مع تقرير عن رحيل المخرج الكبير والعظيم صلاح ابو سيف، بعديها هنلتقي ان شاء الله مع الشاعره سحر الشربيني ونستريح مع واحه الشعر قليلا.